الآن أتشرف بدعوة الأستاذ الشاعر أحمد يوسف شوقي مدير مركز الأدب الإسلامي ليتئفنا بقصيدته إن شاء الله. ونؤتي كل شاعر كم من الدقائق؟ 3 دقائق فقط، لأن عندنا مداخلات كثيرة من الإخوة إن شاء الله، والشعراء كثيرون إن شاء الله. أوكي أستاذ شوقي، ليس في مقدرتي أن أهدر لكم الوقت، ولكن نظرا إلى كثرة المتداخلين نريد إن شاء الله أن تتعفون ب نعم ميكروفون. سعادة رئيس الجلسة في شخصية بروفيسور، وسعادة محاضرين الكرام، وسعادة مدير مركز الهداية، وسعادة سيدي ومولاي أحمد المختار، وحضرات الحاضرين جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فموضوع قصيدتي هو على لسان أبناء الشيخ إبراهيم، قصيدة على لسان أبناء الشيخ إبراهيم البخاري، لأنني جيدا ممن عرفت الوالد الشيخ إبراهيم لعلاقة متينة بينه رحمه الله وبين والدي رحمه الله، وكان والدي يزوره وكان يصحبني معه لزيارته، فنلت كثيرا من فيوضات الوالد الشيخ إبراهيم البخاري بسبب والدي الشيخ يوسف أبو بكر كن فيكون رحمه الله تعالى. فأقول وأنا تغنى بالشعر إذ ما أنت قائله على لسان الأبناء. أبانا الشيخ إبراهيم إن بنيك نعيش بعدك فاطمة إن على آثارك لحسنك اكتفينا، وفيما كنت قبل الموت كنا، وفيما قد وضعت الرجل إن وضعناها ولا عنه عننا، بكل حقائق أصبت تفسيرنا، وكل وصية قدمت سنة، وكل وصية قدمت سنة، ولا أسرار كالعظمى أضعنا، ولا ميراث كالدين أهنا، وقدرك عندنا أبناك أعلى، ومن يحبك يلقى الحب منا، ومن يحبك يلقى الحب منا، وحبك في قلوب بنيك أغلى، وكلهم بسنتك استسنى، وهم يحيون بعد كتيب ذكر، وكم سلكوا لإحياء الذكر فنا، يرون أئمة في الدين علما وموهبة ومقدرة ومنا. أبانا فاطمة إن فلن نزال نسير على خطاك لذا أمنا، ورثنا منك حبك للنبي، ورثنا منك حبك للنبي، وإكثار الصلاة عليه فنا، فمده محمد لك يا أبانا، طبيعي ورثناه فزدنا، طبيعي ورثناه فزدنا، فأنت أب يقال أب حقيقي، تحقق ما لأبناه تمنى، تحقق ما لأبناه تمنى، فأنت أب بمال بل بنفس، لأجل سعادة الأبناء تعنى، لأجل سعادة الأبناء تعنى، فأنت أب له سر خفي، فأنت أب له سر خفي، بهذا السر كم قويت ذهنا. هناك دعاء إلهام أعطاني والدي فهو من فيوضات شيخنا إبراهيم، فأنت أب له سر خفي، بهذا السر
كم قويت ذهنا فأنت أبو سرورك أن ترانا بنيك أجلة دينا فاسرنا بذكر الله وتسبيه دوما أرفت فكم بموتك قد أننا وعبد القادر بنك يا أبانا مدير إداية بالعلم يعنى كذبنك أحمد المختار دوما بحب نبيه الهادي تغنى بحب نبيه الهادي وإنسى الروح كن فيكون دوما فذا جنرال عن التعريف أغنى لأنه جنرال في معسكر المحمدي وإنسى الروح ابنك كن فيكون وعيسى الروح كن فيكون دوما فذا جنرال عن التعريف أغنى عليك سلام ربك يا أبانا يمن به عليك الله منا يمن به عليك. لو سمع الملقون يعني بودنا أن نأخذ القصيدة وندخرها بقدرة الله تعالى حتى إن كانت على ماذا يقال له بقدرة الله. شكرا لكم. مفاعلة أبي شربتا أي شعراء من مفاعلة إلا علمونا الشعر. إن شاء الله قبل أن ننتقل إلى نشكر الأستاذ أحمد يوسف شوقي، فهو شوقي بمعنى الكلمة. أظن أولا قبل أن ننتقل إلى الذي يلقي القصيدة الثانية نريد أن نستمع إلى مداخلة خفيفة من الشيخ مصطفى يعقوب شاعر الدار.